السلام عليكم. يا ترى تعرفوا ليه أمهاتنا كانوا دايما يعملوا في الوقت ده ترمس وحمص؟ طب تعرفوا إيه الفوائد بتاعته؟ وإزاي تعملوه بطريقة سهلة أوي وسريعة وكمان يبقى لذيذ جدا؟ تعالوا أقول لكم على أسهل طريقة وكمان نتكلم على شوية تريكات كده وأسرار وفوائد عن الترمس والحمص. الأول أنا جايبة كيلو من الترمس الحلو أو الترمس السريع، هو بصراحة ما بيبقاش لذيذ زي الترمس العادي اللي هو بتاعنا البلدي المر ده، بس علشان خاطر الترمس المر بياخد شوية غلبة، وأنا عايزة أعمله في السريع. الأول نقيته كويس، أي واحدة كده تحسوا إن فيها نقطة سودة ولا مكسورة ولا كده ترموها، وبعدين تغسلوه كويس جدا وتحطوه في مية، والمية لازم تكون أكتر من ضعفه. لا استنوا، وهنحط كمان معاه شوية حمص. أنا بقى من عشاق الحمص كمان، بحط حوالي نص كيلو حمص، يعني بخلطهم على بعض وبسويهم مع بعض علشان خاطر ننجز. برضو نقيته كويس جدا وغسلته تحت المية مرتين تلاتة وهحطه مع الترمس. لقيت واحدة غامقة يا جماعة، أسيبها؟ لا يمكن. بعد كده بقى هخلي المية تغلي كده على درجة حرارة عالية، وأي ريم يظهر على الوش لازم أتخلص منه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وياخد كده غلوة ولا غلوتين، وبعدين أهدي عليه خالص حوالي 10 دقايق مش أكتر من كده. ما تخافوش، هو لسه هيستوي كمان مرة، يعني هو ال10 دقايق دول، وبعدين بقى أسيبه في المية بتاعته السخنة دي لحد ما المية تبرد خالص. شايفين؟ هتحسوا إن المية غمقت كده شوية. بعد كده بقى هرمي المية اللي غمقت دي واشطفه حوالي 3 4 مرات تحت المية الجارية. بعمل كده ليه؟ عشان اتخلص من اي غازات او اي مركبات يعني ممكن تكون صعبة في الهضم، اتخلص منها نهائي. بعد كده هحط فيه مية جديدة ومية نظيفة ومية باردة عادي خالص، واحطه برضو على درجة حرارة عالية. يعني اختصارا للكلام ده، انا بسويه على مرتين. اول مره بعد ما بغسله بحطه حوالي 10 دقايق بعد ما ياخد اول غلوه، وبعد كده اسيبه يبرد في الميه بتاعته، وبعدين اغير الميه واشطفه مرتين ثلاثه زي ما قلت لكم، يمكن 4 كمان، واخليه تاني يستوي كمان مره في الميه بتاعته الجديده حوالي مثلا نص ساعه، ساعه الا ربع، لحد ما تيجوا تمسكوا الترمسه او الحموصه كده بايديكم وتحسوا انها بتتكسر بمنتهى السهوله. ساعتها تعرفوا انه استوى، تشيلوه خالص من على البوتاجاز. تعالوا بقى ما اقول لكم اهالينا ليه كانوا دايما يعملوا الترمس في العيد الصغير. عشان احنا طول شهر رمضان الحمد لله بنبقى صايمين، بنيجي بقى في العيد الصغير وبنديها بقى كحك وبسكويت وحلويات العيد الجميله اللي مليانه سمنه وزبده وحاجات كتيره كده. فالترمس بقى لما بناكله مع الكحك والبسكويت بعد شهر الصيام بيمسك شويه البطن، يعني بيعمل معادله كده مع الكحك. وعشان أعرف فوايده بحثت كده في شوية فيديوهات، لقيت إن في بعض دكاترة بتقول عليه كلام حلو جدا. أول حاجة إنه مليان ألياف، يعني الناس اللي بتعمل دايت ممكن تاكل كمية منه بس مش كبيرة علشان برضه سعراته الحرارية عالية، بس هو بيدي إحساس عالي بالشبع. وكمان الترمس فيه كمية بروتين عالية وبوتاسيوم وحديد. الله، طب ما ده حلو قوي. وبيظبط كمان نسبة السكر في الدم. بس خلي بالكم الملح لما تيجوا تحدقوه، تحدقوه بالراحة يا جماعة، يعني تحطوا الأول معلقتين كده من الملح ولا معلقتين ونص وتقلبوا وتدوقوا المية. مظبوطة بالنسبة لنا الملح، خلاص اوكي اعتمدوه. لو قليلة هنزود طبعا الملح عادي يعني في ايدينا. طب لو كتيرة هنعمل ايه؟ ابدا، هترموا شوية من المية وتحطوا بدلها مية من الحنفية عاتمة خالص، ساعتها هتشيلوا شوية من الملح فهيتظبط معاكم شوية. مش قادرة اقول لكم حلو قد ايه. اغرفوه بقى في طبق وشوية كمون ونص ليمونة ويا سلام بقى، هيبقى معاكم احلى ترمس في الدنيا. المهم العلبة دي بقى لازم تقفلوها كويس وتحطوها في التلاجة تقعد معاكم اسبوع، يمكن 10 ايام كمان، تاكلوا منها وبألف هنا.